زوجة الضحاك الشريفات العفيفات الفقيرات اللي بمليون راجل. حقيقي لا شفت النهارده ستات بمليون راجل. انا مش عايز اتكلم كتير ومش عايز اطول على حضراتكم عشان ادي فرصه لكل وكل الزملاء كل يعبر عن نفسه، ولكن عايز اقول حاجه مهمه قوي. يوم ثورة 30 يونيو، وانا بقول ثورة مش مظاهرات ولا اعتراض ولا وقفة، دي ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. احنا طالعين يوم ثورة 30 يونيو ليس فقط لإنقاذ مصر وليس فقط لاسترداد الوطن، وإنما أولا دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف. نحن أولى بالدين الإسلامي من هؤلاء الذين شوهوا الدين الإسلامي، هؤلاء الذين شوهوا صورة الإسلام وحولوا الإسلام إلى إرهاب وعنف ودم، هؤلاء الذين شوهوا صورة الإسلام في العالم أجمع. هذه الجماعة التي تحدثت فكذبت، هذه الجماعة التي وعدت فأخلفت، هذه الجماعة التي اؤتمنت فخانت، وكل هذه هي آيات المنافقين. تلك هي جماعة الإخوان المسلمون، جماعة الإخوان المسلمون التي حاولت تقسيم العباد والبلاد. أول من حولت مصر وقسمت مصر ودعا تقسيم إلى فلول وإخوان وسلفيين وليبراليين وعلمانيين من باب فرق تسد حتى تسيطر على البلاد والعباد. ولكن عدالة السماء أصبحوا الآن الإخوان المسلمون في ناحية ومصر كلها في ناحية أخرى. تلك هي عدالة السماء. أحدثكم عن سد النهضة، سد الجهضة، هذا المشروع الذي كان حبيب الأبرار. لماذا خرج الآن ولماذا لم يخرج من قبل؟ لأن مصر كانت قوية، مصر كانت رائدة، مصر كانت الأولى في العالم العربي، كانت هي رمانة الميزان، كانت مصر هي العمود الفقري لكل الدول العربية وللشرق الأوسط. ولكن الآن مصر ضعيفة لأن الذي يقودها ضعيف، مصر هزيلة لأن الذي يقودها هزيل. ولكن بمشيئة الرحمن ستعود مصر هي رمانة الميزان، وستعود مصر هي الرائدة وهي القائدة وهي القادرة بشرع الله وبحمده. أريد أن أحدثكم عن إخوانكم الذين يقفون أمام مبنى محافظة المنوفية لمنع هذا الشعراوي من دخول المحافظة. السيد طرطور الحلواني عاشور الحلواني أمير حزب الحرية والكفالة في محافظة المنوفية قال على قناة مصر 25 اللي واقفين قدام المحافظة دول شوية عملاء ومقهورين واحنا عارفين مين اللي مأجرينهم، دول شوية بلطجية واحنا عارفين مين اللي جابهم. هذا الرجل الذي يعاني من الفتاكة السياسية ليته صار على نظامه الفاشل العاجز حتى يزداد فشلا وعجزا. هذا الرجل الذي كذب وهو يستلم أمانة أنه يمتلك 41 مليون جنيه. من أين هذه الأموال؟ ولكن نرد عليه من خلال شبه الضحاك الدائرون المحترمون ونقول له يا سيد عاشور، انتوا البلطجية، انتوا دعاة العنف، انتوا دعاة الدم، انتوا اللي الدم بيتساقط من بين اصابعكم. اما المنوفية واهل المنوفية فهم احرار
يدخل مبنى محطة المسيح. السيد مراد علي قال من يومين على صفحات النت والتلفزيون ازاي الدكتور محمد البرادعي ما يطلعش تويته يستنكر فيها حريق سيارة سعد الحسين. زعل وحدد نفسه ان ما حدش طلع تويته يستنكر حريق سيارة سعد الحسين محافظ كفر الشيخ. طب ويا سيد مراد ألم تستنكر ألم يغضبك ان شباب الاخوان المسلمين يطلقوا النار على اخواتنا في المحلة؟ ولكن هؤلاء هم الاخوان لا يرون الا انفسهم ولا يشعرون الا بجراحهم ولا يحزنون الا لضحاياهم. هؤلاء هم الاخوان المتبسمون. ولكن اخواني اقول لكم ابشروا، نعم ابشروا. حاشا لله ان ينصر مغتصب على صاحب الحق، حاشا لله ان ينصر ظالم على مظلوم. ابشروا بنصرنا ان شاء الله يوم 30 يونيو القادم. يوم 30 يونيو القادم هو يوم استرداد مصر. يوم 30 يونيو القادم هو يوم من نقوط الاخوان المسلمين الى مزبلة التاريخ باذن الله. بما اني شاعر ومش عايز اطول، بس في حاجه كتبتها ولازم مات الملك عاش الملك. مش لعبه هي بتمتلك، هتدور اللعبه تدور. مغرور خدعتك عشق القصور، يلي الفراغ السلطنة. مين اللي يخرس ألسنة أمن الدسور؟ مين اللي يدفن حلمهم جوه القبور؟ مين اللي هيطيق قسوتك؟ مين اللي هيطيق ظلمتك وهو سدد حياته فطور لك النور؟ يا معرضين للنظام افاكم الف عين. كفايات شغل الجلا والسرك والالاعين. اللعب على الخلال لا ود ولا هيجيب. شفتوا الولاد بتتقتل وسكتوا كالاموات. انتوا رجال زينا ولا انتوا من الخواجات؟ سبتوا الحلقة ما بين ديانتين. يمين ندامة على الإيثار وما حكمش، ولما هم يحكموا قالوا كفاية يمشي. وما طرف على الملأ يا اخوانا بيصور قالوا حرام شكوتك والكلمة دي عورة. طب ليه يا رأي اسمعوه؟ قالوا ما يحكمش. يا كريستيان الفوارس سلم على الليل، وجيجا وكل فارس واقف كما الجندي. بتسكتوا الشارع برصاصكم البارع. عارف طريق الفين، عارف طريق المين. يا شلة الملاعين لوردنا بجلد. استاذ في الشطرنج والضمنة والطاولة، ويشيل ملك ووزير بلعبة ومحاولة. وسألنا مين هيشيل فقال انا اولى. ولا شفنا منه امارة ولا شفنا منه دليل.
طلع الجدع عياط لما انطفى القنديل. في فرق طبعا ما بين اللعب والدولة. يلي سحلت الوطن وحماده فوق الارض، زودت فينا المحن وكشفت ستر العرض. ما تقول لنا يا عم دي سنة ولا فرض؟ اللي هيبقى مهندس تاجر ايه هنقول له؟ شاطر شاطر. واللي في وطنه وبلده يغامر ايه هنقول له؟ شاطر شاطر. واللي يبيعنا خردة وهالك كم مستأجر او كان مالك ايه هنقول له؟ شاطر شاطر. واللي اضطر وطننا يهاجر، واللي قلبها كشاف ومتاجر حتى نزيف الدم الفاجر ايه هنقول له؟ شاطر شاطر. رتب امورك يا عم بمنتهى الدقة، واحسب تمام بالقلم يا عم والورقة. مهما تقول الحقايق ويكون حساب الخايب في حسبة تانية اكيد له الخيانة زرقاء. شكرا.